بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا حلقه من حلقاتنا الممتعه والمتميزه، من خلالها هنوضح لحضراتكم نتائج مباريات الاسبوع، وايضا هيكون معانا اهداف جميله جدا هنعرضها مع حضراتكم، وهنتكلم وهنحلل بعض النقاط المهمه وبعض الامور اللي الحقيقه كانت الفتره الاخيره حصل بسببها جدال كبير جدا في كل وسائل الاعلام وايضا على السوشيال ميديا، وخاصه الهجوم العنيف اللي تعرض له المدير الفني ارن سلوت. والسؤال المهم اللي كل المتابعين منتظرين اجابه عليه، يا ترى هل مانشستر سيتي الصحوه اللي عملها دي في المباراتين الاخيرتين اللي حقق فيهم انتصار هل كانت صحوه استثنائيه ولا لا ممكن يكون فعلا جوارديولا قدر ان هو يرجع الفريق مره ثانيه للمسار الصحيح؟ كل ده هنتابعه النهارده معانا في حلقتنا. عشان كده يلا كله بسرعه يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، والكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. في البدايه هنوضح لحضراتكم نتائج مباريات الاسبوع، وايضا هنعرض مع حضراتكم الاهداف. عشان كده بقى يلا كله يركز معانا. ارسنال اتعادل مع برايتون 1-1، ويمكن كانت من المباريات الجميله جدا الحقيقه. بنقول ان هو بيتميز بثبات التشكيل، ولكن الفتره الاخيره ابتدى يلعب في منطقه وسط الملعب وابتدى يغير في عناصر كتير في الثلث الامامي، ويمكن ده اللي مسبب اهتزاز مستوى الفريق مره ثانيه. نوتنجهام وولفرهامبتون اللي عمل صحوه كبيره جدا فريق نوتنجهام فورست، وبيأدي اداء ولا اروع. استطاع ان هو يفوز على وولفرهامبتون 3-0 في مباراه كانت جميله جدا، وادوا اداء مقنع. نونو سانتو المدير الفني البرتغالي بيأدي اداء متميز جدا، بيحتل المركز الثالث في بطوله الدوري الانجليزي بالتعادل في النقاط مع ارسنال 40 نقطه. مانشستر سيتي فاز في مباراه سهله على ويست هام 4-1. كل المحللين وكل المتابعين متوقعين ان كده فريق مانشستر سيتي عاد للمسار الصحيح، ولكن انا من وجهه نظري ان لا، الانتصارين اللي حققهم في المباراتين اللي فاتوا سواء ليستر سيتي او ويست هام نتائج ايجابيه تعيد لك الثقه مره ثانيه لفريقك، ولكن مش معنى كده ان انت خلاص رجعت على المسار الصح، لان الحقيقه مانشستر سيتي عنده مسار قوي جدا الفتره اللي جايه من المباريات. هو ده اللي هيحدد بقى هل جوارديولا عنده المرونه وعنده العقليه المتميزه اللي هيقدر يتعامل مع المتغيرات والمواجهات والتحديات القويه. واولهم مباراه برينتفورد من الفرق المتميزه جدا في الدوري الانجليزي، وعامل اداء متميز جدا. اعتقد هتكون مباراه صعبه وهتكون اختبار قوي وحقيقي للمدير الفني جوارديولا. عنده مباريات مع ليفربول وارسنال وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا وتوتنهام وبرايتون، فالحقيقه هيواجه منافسات قويه، منافسات شرسه الفتره اللي جايه. هل جوارديولا بقى هيقدر يقنعنا ان فعلا الفريق رجع مره ثانيه؟ هو ده الاختبار اللي كلنا منتظرين من خلاله جوارديولا بقى يجاوب على السؤال وعلامه الاستفهام الكبيره اللي كل المتابعين منتظرين اجابه عليها. هل يا ترى فعلا مانشستر سيتي هيرجع مره ثانيه بهيبته وهيرجع مره ثانيه بقوته ولا لا؟ وانا من وجهه نظري زي ما قلت لحضراتكم صعب جدا جدا جوارديولا بنفس النمط وبنفس الاسلوب وبنفس العقليه هيقدر يرجع مره ثانيه الفريق، الا اذا لو عمل صفقات متميزه او يغير من اسلوب لعبه. تشيلسي تعادل مع كريستال بالاس، وكانت طبعا نتيجه مخيبه للامال بالنسبه لعشاق وجماهير فريق تشيلسي، لانه الحقيقه فريق تشيلسي كان بينافس على الصداره مع فريق ليفربول، وكان مهم جدا ان هو يحقق انتصار. الفتره الاخيره واضح ان فيه اهتزاز في المستوى بسبب ان فيه تغيير في العناصر في التشكيل، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. كان في بدايه الموسم كان حصل نوع من الاهتزاز في المستوى، وقلنا مفيش مشكله عشان لسه اول موسم مع فريق تشيلسي، ولكن ابتدى يقف على نقاط القوه ونقاط الضعف وعمل استقرار، ورجع مره ثانيه ابتدى يلعب في التشكيل، وابتدى للاسف بقى يعك مره ثانيه. فالحقيقه انا شايف ان فريق تشيلسي لو فضل بالمستوى ده هيكون من الصعب جدا ان هو ينافس على بطوله الدوري الانجليزي مع فريق ليفربول. مباراه نيوكاسل وتوتنهام فاز نيوكاسل بنتيجه 2-1، ويمكن الحقيقه انا بقى حابب اتكلم عن فريق نيوكاسل لانه من الفرق المتميزه جدا في الدوري الانجليزي، وللاسف انا شايف ان الفريق ده مش واخد حقه في وسائل الاعلام. نيوكاسل عمل صحوه كبيره جدا بقياده المدير الفني ايد هاو، ثبات في التشكيل الفتره الاخيره. ايزاك بيأدي اداء متميز جدا، وعملوا ريمونتادا كبيره من المركز ال14 للمركز الخامس النهارده، ويقدروا ينافسوا لو فضلوا على نفس المستوى، خاصه ان هم حققوا انتصار مهم جدا في نص نهائي الكاس امام ارسنال بنتيجه 2-0، واداء ولا اروع واهداف جميله جدا. عمل ثبات في التشكيل، منطقه وسط الملعب اضافه تونالي كانت مهمه جدا، بقى عنده خط وسط دفاع حديدي وقياده تونالي وبرونو جوماريش وجولينتون البرازيلي، وخط الدفاع الهال، وايضا ليفرامينتو الظهير الايمن. عنده اثنين عناصر متميزين جدا، ظهير ايسر وظهير ايمن سنهم صغير، مع لاعيبه متميزه جدا في نص الملعب، عندهم الجرينتا وعندهم الروح وعندهم القوه وعندهم الشخصيه والقتاليه العاليه، وطبعا الكفاءه التهديفيه بقى بقياده ايزاك والمهاره العاليه جوردون. في الحقيقه انا شايف ان نيوكاسل الفتره الاخيره فريق متكامل. مباراه ريال مدريد وديبورتيفو مينيرو، ريال مدريد فاز في الكاس بنتيجه 5-0، كانت مباراه جميله جدا. يمكن اتكلمنا على انشيلوتي قبل كده ان هو مدير فني من المديرين الفنيين المتميزين، وانا بعتبره عبقريه الحقيقه. شخصيته قويه ثابته مهما كانت التحديات ومهما كانت العواصف اللي بتواجهه سواء من اعلام او غيره، بيقدر يحافظ على توازنه في لحظات الضعف قبل لحظات القوه، وده مهم جدا جدا في شخصيه المدير الفني اللي عايز ياخد بطوله. ابتدى يحقق استقرار زي ما اتكلمنا قبل كده، وقلنا ان انشيلوتي قادر ان هو يرجع بالفريق مره ثانيه، وابتدى يحقق نتائج ايجابيه. شايف ان ابتدى يبقى في توازن في منطقه وسط الملعب، وايضا في الثلث الاخير. يمكن شويه مشكلته في خط الدفاع هي دي اللي هتواجهه الفتره اللي جايه، ولكن اعتقد برضو ان هو مع الوقت يقدر يحقق معادله الجوده. مباراه مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الانفيلد انتهت 2-2، وكانت مباراه جميله جدا وكانت مباراه قويه، كان فيها اثاره ومتعه وجمال، ولكن كان للاسف فيه هجوم اعلامي قوي على المدير الفني ارن سلوت، اتهموه عشان اتعادل المباراه. اكبر المحللين اتكلم في النقطه اللي احنا وضحناها، اللي هي نقطه ان هو بيتهم ارن سلوت تفوقه ان هو تفوق زائف وان بسبب ضعف المنافسين، ولكن هل ده حقيقه؟ طبعا الاجابه لا، وده اللي هنوضحه دلوقتي مع حضراتكم من خلال
خلال بعض النقاط المهمه، علشان كده حابب ان حضراتكم تركزوا قوي معايا في النقطه اللي هنتكلم فيها دلوقتي. طبعا ليفربول اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي برصيد 47 هدف، والنهارده فريق ليفربول بيحتل صداره الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطه عن اقرب منافسيه اللي هو ارسنال ونوتنغهام فورست 40 نقطه، وليه مباراه مؤجله. لازم تحترم عقليه المشاهد، وما ينفعش ان انا عشان انتصر لرايي ان انا اضلل المشاهد. انا شايف ان ده غلط كبير جدا، لازم نتكلم بانصاف ولازم نتكلم بحياديه. ليفربول النهارده بيأدي اداء ولا اروع. هو بيقول ان في ضعف منافسين في الدوري الانجليزي، طب لو هنتكلم على دوري ابطال اوروبا، ليفربول النهارده هو المركز الاول في دوري ابطال اوروبا، وفاز على فرق كبيره جدا زي باير ليفركوزن وريال مدريد واي سي ميلان. يبقى طبعا الكلام ده غلط، ما ينفعش ان انت تتكلم بالشكل ده على فريق كبير جدا زي ليفربول، وعمل انتفاضه وعامل صحوه كبيره جدا وعامل اداء متميز. معانا احصائيه هتاكد كلامنا، ونركز قوي في الاحصائيه دي. ليفربول لعب 19 مباراه لحد دلوقتي، منهم 13 مباراه استقبل فيهم 8 اهداف بسبب وجود فان دايك وكوناتي عناصر اساسيه في خط الدفاع. بغياب كوناتي في 6 مباريات فريق ليفربول استقبل 11 هدف، ويمكن ده يوضح لنا ان لا، هو مش عيب مدير فني، والفكره كلها انه بسبب ضعف الصف الثاني في خط الدفاع. عشان كده بنقول ان ليفربول محتاج صفقات في خط الدفاع، وايضا محتاج صفقه وسط مدافع في منطقه وسط الملعب، لانه جرافنبرج ايضا لو اتصاب هتواجه مشكله كبيره جدا لارن سلوت. مع ذلك ما بيقولش حجج وما بيقولش اعذار، وبيأدي اداء متميز جدا، وبيقدر يفرض شخصيته وبيقدر يفرض قوه فريقه على اي منافس. هنتابع دلوقتي لقطات مع حضراتكم اسوأ مباراه لارنولد. في المباراه دي واضح ان مفاوضات ريال مدريد معاه مأثره على تركيزه، مشتت تماما في الجوانب الدفاعيه، كان بيباص بشكل خاطئ وهو بيبني الهجمه. للاسف حتى الكره لما كان بينقطع ما كانش بيبذل مجهود ان هو يرجع مره ثانيه ان هو يستعيد الكره. انا شايف ان هو ما كانش عايز يلعب المباراه. ده مش ارنولد اللي كان بيلعب معانا المباريات اللي فاتت من بدايه الدوري الانجليزي. يبقى هنا من الظلم التزييف للحقائق ان انت تطلع تهاجم المدير الفني ارن سلوت عشان تنتصر لوجهه نظرك. زي ما بنتكلم على جوارديولا بنقول ان مدير فني متميز ولكن بتواجهه تحديات، ازاي هيقدر يقابل التحديات؟ تعالوا بقى نتكلم على مباراه الاهلي وسموحه. بالنسبه للناس اللي بتحب الكره المحليه، الاهلي حقق انتصار مهم جدا على فريق سموحه 2-0، واستطاع ان هو يحتل صداره الدوري المصري، ويليه فريق نادي الزمالك في المركز الثاني. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن انتظرونا الفتره اللي جايه، عندنا حلقات مهمه جدا وحلقات متميزه جدا. التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.